وفي على الجانب الاخر شخصيات تصدمك وانت بتتحدث فيهم. في شخصيات تتحدث معك انها المهدي المنتظر وانها جاءت لانها ستحكم مصر. لا في مهدي منتظر، او الناس تعتقد ان ثلاثه مهدي منتظر. في نائب رئيس جمهوريه. لا معلش، طب هو المهدي المنتظر عايز يبقى رئيس جمهوريه ليه؟ او اللي يعتقد ان هو علشان ينطلق من مصر الى قياده العالم، الى قياده العالم، ويملا الارض عدلا بعد ان نملا الدوله. طب بتحاوروني سياده المستشار ولا؟ انا ما بحاورش حد، لكن انا بستمع عشان ادخل المناقشه. لان من حق اي انسان ان يرى في نفسه صلاحيه لممارسه اي منصب. من تبعات ما حدث ان الناس تريد ان تقنع نفسها وان تقتنع وان تصدق انها تستطيع ان تباشر اي حق سياسي. يعني تتاكد انها تستطيع ان تباشر اي حق من الحقوق السياسيه. وانا متفهم هذا جدا. وانا اعامل البسطاء معامله افضل كثيرا من الاخرين، لان هذا البسيط له حق علينا. لان اذا كنت انا في وقت من الاوقات، مش انا كحد، انا كدوله او انا كنخبه قصرت في حقه فما عطوش التوعيه اللازمه، فلا اديره بسبب تقصيري، ولا افتئت عليه او استهين به بسبب تقصيري. فبقول لحضرتك احنا عندنا طب 3 مهدي منتظر. عندنا نائب رئيس جمهوريه عنده 5 سنين، نائب رئيس جمهوريه عبد الناصر وعمل معاهده الجلاء وعنده 5 سنين. يعني في ناس اقرب لعدم الاتزان. انا